حسب المواقع الأمريكية لا توجد أي مراسلة بين ترامب وملك المغرب منذ سنة 2020. حتى محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي ال AI لم تعثر على أي تواصل بينهما. صباح الخير متابعينا الكرام، نهاركم سعيد، أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكل الناس اللي راهم يتابعوا فينا من داخل وخارج الوطن، أهلا وسهلا بكم. هل تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة القلم في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية، أي أنها المسؤولة عن صياغة مشاريع القرار المتعلقة بالنزاع؟ لكن المفارقة أن واشنطن لا تدعم خط الحكم الذاتي التي يروج لها النظام المغربي، ولا تعترف بها حتى كحل نهائي. أمريكا تكتفي بالحديث عن حل سياسي واقعي مقبول للطرفين دون الانحياز إلى مقترح الرباط. هذا يعني أن من يمسك القلم لا يملي القرار، وأن صوت الحق أقوى من أقلام مدفوعة. وكالة الأنباء المخزنية التي أكدت بأن ترامب يدعم الحكم الذاتي كما قالها هي مجرد أخبار كاذبة فقط. ونقول للمخزن أعطنا مصدرا واحدا فقط، نفتح لكم الحدود 24 ساعة. مارك روبي وزير الخارجية الأمريكي في 30 جويلية 2025 بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية تقدموا بأحر التهاني للملك محمد السادس وشعبه المغربي بمناسبة ذكرى اعتلائه العرش. بصفتنا من أقدم وأقرب أصدقاء وطننا، أتمنى شراكتنا الراسخة مع المغرب في تعزيز السلام والأمن بقيادة الرئيس ترامب والملكة سيس. سنواصل بناء عهد جديد من السلام والازدهار في السنوات القادمة. توضيح فقط: الرسالة من وزارة الخارجية وليست الرئاسة، ولا توجد فيها قضية الصحراء الغربية ولا دعم من مشروع الحكم الذاتي ولا السيادة ولا الخرطي. وكالة الأنباء ديال الزريبة كاذبة نسبتها لترامب وإضافة قضية الصحراء الغربية. الدليل موجود أمامكم كما تشاهدون الآن. كما قلت، لا توجد أي مراسلة بين نظام المخزن وبين ترامب منذ 2020 إلى يومنا هذا، حيث نشرت وسائل الإعلام كما قلت وتلقفت عنها وسائل التواصل الاجتماعي ما سمته رسالة تهنئة ورسالة دعم ورسالة تجديد لموقف الداعم للاحتلال للأراضي الصحراوية، وهو الموقف الذي لم يغير قيد أنملة من واقع وحقيقة القضية الصحراوية. الرسالة المذكورة التي افتخر بها السناغلة وكل من العياشة لا يوجد لها أثر ولا خبر كما احتوى على مواقع الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية ولا حتى صفحة السفارة الأمريكية في الرباط. حتى لحظة كتابة هذه التدوينة، فهل يعقل أن يغيب خبر هكذا عن الصفحات المهتمة بالعلاقات الثنائية بين البلدين على غير العادة؟ الخبر الوحيد الموجود هو الخبر الذي نشرته قبل قليل، اللي هو مارك روبي وزير الخارجية الأمريكي الذي هنأ الملك بمناسبة اعتلائه العرش، ولم يذكر إطلاقا ولم يذكر أبدا أنه يعترف بالخطة أو بخطة الحكم الذاتي كما رأيتم في الصورة متابعينا الكرام. وكل ما يحاول نظام المخزن أن ينشر من مثل هذه الأخبار عبارة عن كذب لا أساس له من الصحة، ولا يوجد أبدا في المصادر الرسمية الأمريكية المتاحة عبر الإنترنت موقع وزارة الخارجية البيانات الصحفية للبيت الأبيض لم يتم العثور على أي رسالة رسمية منشورة من الرئيس دونالد ترامب عبر الجرائد الرسمية كواشنطن بوست أو نيويورك تايمز إلى موحى الألوان موجهة للتهنئة أو في هذا القبيل. تحياتي لكم، بارتاجيوا الفيديو والسلام عليكم.